السلام عليكم. اليوم غنعاود لكم واحد القصه على الثقه، على الناس اللي كيديروا الثقه في صحابهم ولا في صحاباتهم، وخصوصا من بعد الزواج. انا سميتي ساره، بنت سلا، عندي 29 عام، وهذه قصتي مع صاحبتي ديال 17 عام الصحبه ايمان. تعرفنا في السنه التاسعه اعدادي. انا كنت بنت حشوميه وسكوتيه، وهي كانت قافزه وكتهضر وكتدافع عليا فاش البنات كيتدابزوا معايا اولا كيجبدوني. من تما ولينا بحال لا روح وتقسمات على جوج. نجحنا في الباك بجوج، دخلنا لافاك بجوج. انا درت اداب عربي وهي دارت القانون، ولكن واخا تفرقنا في الاقسام بقينا ديما مجموعين وديما تنتلاقاو. الناس في الحومه كانوا كيقولوا علينا غير التوام. الا ما شافونيش مع ايمان كيسولوني فين مشات، دارنا ولات هي دارها، ودارها ولات هي دارنا. ما كتعيط ليا بنتي، امي انا حتى هي كتعيط عليها بنتها. تزوجت في عمري 24 عام. تزوجت بواحد السيد سميتو يوسف، ولد الناس، خدام في الشركه ديال التامين. ما عندوش بزاف، زعما ما عندوش الفلوس بزاف، ولكن راجل مسؤول وكيبغيني وكنبغيه. ايمان هي اللي وقفات معايا في العرس، هي اللي مشات معايا تختار ليا القفطان، هي اللي مشات معايا حتى شفنا الحلوه، شفنا الحن ديك اللي دير ليا النقش. المهم وقفات معايا في كل شيء. قالت لي داك النهار اختي تزوجات وخلاتني بوحدي. من بعد الزواج وليت كنحس ديما بالوحدانيه، حيت يوسف خدام النهار كامل وانا في الدار بوحدي. كانت كتجي عندي غير ايمان اللي كنت كنعتبرها الاخت ديالي. كتفطر معايا، كنخرجوا للسويقه بجوج، كتبات معايا الا يوسف تعطل. يوسف كان كيقول لي بلي ايمان راها بحال اختك، خليها تجي وقت ما بغات، الدار دارها. وانا الحمقى كنت كنخليها في الدار بوحدها مع يوسف، وكنمشي عند ماما ولا كنمشي للحمام. هذه راها صاحبتي، شافت فيا الحلوه والحاره، مستحيل تشوف ليا في الراجل ديالي. حتى بدا مشروع ديال القهوه. يوسف كان الحلم ديالو من صغرو انه يدير واحد القهوه صغيره في حي شعبي، يخدم فيها بالعرق ديالو. كان خاصها 12 مليون باش يكمل الحلم ديالو. جمع 7 المليون وكانت خاصها انا 5. انا اللي جاتني واحد الفكره مشؤومه، قلت ليه ايمان عندها فلوس الورد ديال جدها، علاش ما تقولش ليها تدخل معاك شركه نص بالنص والفلوس تبقى بيناتنا. يوسف الاول رفض، قال لي الصحاب والفلوس ما تيتلاقاوش، ولكن انا بقيت كنزن عليه حتى وافق. مشينا عندها بجوج وهضرنا معها، طرحنا عليها الفكره وفرحات بزاف وقالت لي انا معاكم، هاد القهوه ديال خوتي وحنا خوت كاملين. بداو كيتلاقاو كل نهار، كيمشيو عند الموبل كيشوفوها وكيفكروا افكار اللي غيديروا فيها. مشاو عند العدول باش يكتبوا العقد، وانا كنت فرحانه، كنقول المشروع ديال العائله غيكبر. التغيير بدا بشويه. يوسف ولا كيهضر بزاف على ايمان قافزه في البيزنيس، ايمان عندها شي افكار واعرين، ايمان ما عندي ما نسالها. دايما ايمان كاينه في الفم ديالو. وايمان حتى هي تبدلات، ولات كتلبس وكتقاد بزاف فاش كتجي عندنا، ولات كدير المكياج والريحه وهي اللي عمرها ما كانت كديرهم. ولات كتقول ليوسف بلي راهو راجل بمعنى الكلمه، ماشي بحال دوك الدراري اللي كنعرفو. انا حسيت بشي حاجه ماشي هي هذيك، ولكن كنت كنقدب القلب ديالي. حتى لواحد الليله اللي بان فيها كلشي، كنت مريضه بالسخانه. ملي عبرت لقيت فيا 39 درجه. يوسف ما كانش في الدار، كان في القهوه. وانا فكرت نعيط لايمان، هزيت التليفون وعيطت ليها، قلت لها اختي عافاك دوزي للفارماسيان جيبي لي دوليبرال، راه راسي ضرني. قالت لي انا جايه دابا. دازت نص ساعه، زاد ساعه، ما جاتش. نعيط ليها من بعد ما جاوبتنيش. نط بصعوبه من الفراش باش ناخذ فلوس دبا من الطوموبيل ديال يوسف اللي كانت في الكراج ديال العماره لتحت. هبط وانا كنترعد بالسخانه. لقيت الطوموبيل ديال يوسف كتحرك. في الاول كنت باقي غير كيتهيأ ليا. قربت شويه وانا نبدا نسمع الصوت ديال الضحك ديال ايمان. حليت الباب بالزربه وشفتهم، يوسف وايمان كانوا في الطوموبيل في واحد الوضع اللي ما خصنيش نشوفه.
ايمان كان نصها الفوقاني عريان ويوسف مخلوع. ما عقلتش على راسي، ما غوت ما بكيت. بصراحه ما قدرتش نغوت في ديك اللحظه حيت مريضه. رجعت للدار وسديت عليا الباب وبقيت كنشوف في الحيط. السخونه زاد طلعت ليا وصلت 40 من الصدمه. منين طلع يوسف كيجري وكيبكي وكيطلب السماحه، كان كيقول لي ساره سمحي لي راه الشيطان. هي اللي بقات كتلصق فيا في القهوه، كتقول لي مراتك ما كتفهمكش، انا احسن منها. انا ما تنقول ليه والو من غير خرج عليا سد عليا الباب. هذه هي الهضره الوحيده اللي كنت كنقول ليه. مشيت لدار ايمان في الصباح، دقيت عليهم، حلات لي امها، قالت لي ايمان ما كايناش في الدار، راه بات عند صاحبتها. قلت لها كذوب. دفعتها ودخلت البيت ديال ايمان وبديت كنقلب. وشنو لقيت واحد الصندوق صغير تحت ناموسيتها. حليتو، لقيت فيه تصويرتي انا ويوسف في العرس مقطوعه من الوسط. واشنو درت التصويره تاعها ولصقاتها مع ديال يوسف بالسكوتش. ولقيت ورق ديال السحر فيهم سميتي وسميت يوسف، وفيهم سحر التفريق والكره. ولقيت قرحه صغيره فيها شي زيت خانز والشعر ديالي. عيطت لمها وريتها كلشي. ما مسكينه طاحت وبقات كتبكي. قالت لي بنيتي انا عارف بنتي مريضه بالغيره منك من شحال هادي، ملي تزوجتي يا بنيتي وخليتيها. لما فهمت كلشي، ما فهمت ايمان بلي ما بقاش صاحبتي. كانت كتغير مني من النهار الاول اللي تزوجت فيه. كتغير مني حيت تزوجت قبل منها، حيت درت داري، حيت يوسف كيبغيني. كانت باغا اي حاجه عندي حتى راجلي. من بعد ايام انا رفعت الدعوه ديال الطلاق ديالي. يوسف ما بغاش يطلق، بقى كيجي عند باب دارنا كل نهار شي شهرين. ولكن انا قلبي مات ملي شفت داك المنظر في وسط الطوموبيل في الكراج، حيت ما بغاش يتنسى ليا. وهكذا طلقت من يوسف. ايمان يوسف ما تزوجش بها، ملي عرفها سحاره وكدير السحر خاف منها وهرب. سمعت باللي خطبها واحد خينا وفسخ معاها فاش عرف قصتها في الحومه، حيت قصتها دارت بوم في الحومه. دابا خدامه فشي محل ديال الحوايج، وحتى وحده ما بقات كتهضر معاها. كاع الناس ديال الدرب ولاو خايفين منها. انا دازت عامين، تلاقيت مع واحد الراجل اخر سميتو امين، عرف قيمتي وكيحترمني، وتعلم الدرس اللي عمرني ننساه. انني ما ندخلش صاحبتي للدار باقي. اي صاحبه كيف ما بغى يكون النوع ديالها، وما نعاودش الاسرار ديال البيت ديالي لتا شي واحد، واخا تكون اختي. القلوب كتبدل والغيره كتعمي.